يعني صفات الألوان. صفات الألوان هي صفات، فأي صفة بتتأنس حتى لو كانت صفة ألوان. إن أنا مثلا عندي كلمة نواغ، عاوز أنسها تبقى إيه؟ نواغ، بزود الأو. عندي كلمة فيغ، أخضر، يبقى فيغت. الموضوع بسيط، بزود حرف الأو. طيب في صفات أصلا هي فيها أو أصلا في المذكر يعني، فأنت هتركز بقى على الصفات اللي أنا أقول لك عليها دلوقتي، اللي هي دي اللي هتبين بقى إن أنت فاهم. كلمة روج، كلمة روز، روج، روز. كلمة كمان جون. الصفات دي أصلا فيها أو في الإيه؟ في المذكر، فهي تمشي الاتنين. يعني إيه تمشي الاتنين؟ الجملة اللي أنا هجيبها لك هتوضح. فأنا مثلا بقول لك لو بونطالون، البونطالون إيه يكون، فيديني الصفات اختياري. هيقول لك مثلا فيرت، أو نوار، أو هيديك إيه؟ روج. فإيه اللي يمشي هنا؟ البونطالون هو كلمة مذكرة، فهاجي هنا لا دي متأنسة، يعني الأو بتاعتها دي ما كانتش موجودة، ونوار برضو متأنسة، فاللي يمشي الاتنين هو ده. فهمنا قصة إن أنا هركز على الصفات دي، هركز على الصفات دي جدا لأنها بتمشي الاتنين. أورانج ومارون دوم مش بيتغيروا أصلا في صفات الألوان. ومش بس دوم، أي صفة كانت أصلها اسم، أي صفة كانت أصلها اسم. يعني أورانج دي كانت أصلها البرتقال. طيب مثلا أوليف اللي هو الزيتون، مثلا بانان اللي أقول لك أصفر لونه لون الإيه؟ البانان. أقول لك مثلا شوكولا. يعني أنا قصدي أقول لك بس الحاجات دي خلينا إحنا متعارف عندنا أو في الدرس عليك كلمة أورانج وكلمة ماغو، بس أنا بفهمك إن مش دي بس، ده أي صفة أصلا كانت أصلها اسم، جاية من اسم يعني، فبالتالي ما بتتغيرش. هي دي الفكرة كلها. يبقى أول حاجة أنت هتركز هنا في التأنيس على الثلاث صفات دول، إن هم أصلا فيهم أو، فبيمشوا مفرد بنوعين يعني مذكر ومؤنث. طيب أورانج ومارون وأوليف والحاجات اللي جاية من الاسم دي أصلا ما بتتغيرش، وحتى في الجمع ما بتتغيرش برضه، لا في التأنيس ولا في الجمع. كويس قوي. برضه بعض الإيه كم حالة كده في الدرس ده غير دوم إن الصفة بتخليها مفرد مذكر. أول حاجة رقم واحد، الصفة اللي جاية بعد سي، يعني فاصلة كده وسي، ويجي لك نقط هنا. مثلا لي جون الجوينتي سون، فالجوينتي دوت هي جمع مذكر، فانت عندك سو مفيش مشكلة، فهتجيب لها مثلا صفة جولي مثلا جمع مذكر يعني جميل. الجوينتي ده جميل، هو جمع واخد سو ومفيش مشكلة، جبنا له صفة جمع. ولكن لو هو جاب نفس الجملة بس غير حاجات كده، لي جون وعمل فيرجيل كده وسي، ماشي؟ لا طالما فاصلة وسي انت هتجيب الصفة مفرد مذكر. عندك جولي جولي، وهتلاقي عندك مثلا حاجة جمع، لا انت هتاخد الايه؟ الصفة المذكرة، المفرد المذكر، على الرغم من ان دي جمع. تمام؟ هنا مفيش فيرجيل مفيش سي، انما هنا في، طالما في فاصلة وسي فيرجيل وبعدها سي، بتاخد الصفة مفرد مذكر. دي اول حاجة. تاني حاجة، بعد انا بتكلم هنا الصفة لا تتغير. يعني ايه مفرد مذكر؟ كويس، مفرد مذكر مش هتتغير. اول حالة لو عندي فاصلة وسي. تاني حاجة لو عندي وبعدها نقط. فانا هقول لك برضو، بقول لك مثلا ليه غوب الفساتين صون وصفة. هنا مفيش مشكلة، انت هتشوف الموصوف جمع مؤنث الفساتين، تبقى هتجيب هنا جمع مؤنث. انما لو انا عملت كده ونقط، يبقى لازم تجيب لي صفة مفرد مذكر بعد بلون ابيض، بلونش، بلون. فساتين المفروض ان هي جمع مؤنث، فالمفروض انت تاخد اخر واحدة دي، ولكن طالما في دي لازم تجيب مفرد مذكر، هي دي الصفة اللي صح. طيب يبقى دي تاني حالة. تالت حاجة، لو أنا عندي بعد فعل أفوار، بعد فعل أفوار الصفات مش بتتغير. يعني مثلا
بورت هي ترتدي ان مونتو، يعني معطف إلى وبعد كده نقط. فأقول لك اختار من الصفات دي بروا ولا فرواد ولا جمع. فدي مؤنثة صح؟ انت هتقول طالما انا عندي حاجة مؤنثة هتاخد التانية، لا، بعد فيرب اداء افوار اهو، فالصفة بتخليها مفرد مذكر ما تتغيرش. يبقى في 3 حاجات دلوقتي لغاية دلوقتي الصفة معاهم مفرد مذكر. اول حاجة لو عندي فاصلة وسي، تاني حاجة لو عندي بعدها الصفة مفرد مذكر، تالت حاجة لو عندي فيرب افوار. كمان حاجة وحاجة مهمة جدا واهم من دول كلهم اللي هي رقم 4، لو انا عندي صفة مركبة لي فيتمو الملابس صون تكون نقط كده، وعندي كلمة هنا مثلا نوار وهنا في فاصلة كده، وانا اختار صفات فعندي بلي فيرت مثلا روج. طيب انت هتلاقي هنا الملابس جمع مذكر، كل الكلمات اللي اخرها انت كده بتكون مذكرة بنسبة كبيرة يعني. طيب المفروض انت تختار حاجة جمع، لان عندي صو هتيجي تختار دي من غير ما تبص على اللي بعدها تلاقي فيه صفة تانية وانت هتختار صفة، لا تختارها برضو مفرد مذكر. مش شرط بقى تكون نوار، ممكن تكون كلير، يعني حاجات بتحدد درجة اللون مش مهم. مارين لون الايه اللي هو الازرق، لون البحر اللي هو الكحل يعني. هتلاقي مثلا سييل سماوي، فونسي غامق، كل فاتح غامق سماوي. مش شرط يعني الاربع صفات دول، عشان ده هو اللي عندك. هي فكره ان يبقى في صفه كمان، فانت هتختار صفه وفي صفه بعدها، او الصفه اللي عندك هنا والنقط بعدها مش هتفرق، المهم انت هتجيب صفتين جنب بعض ما بينهم بقى هنا شرطه او ما بينهم كلمه ايه، ومش هتفرق برضه. المهم ان انت هتجمع صفتين مع بعض كده، تبقى مركز ان بعد النقط في صفه، او انت هتختار صفه وكان قبلها في صفه، فبالتالي انت برضه هتجيبها مفرد مذكر. يبقى كده الاربع حالات. اول حاجه لو عندي فاصله وسين زي ما قلنا هنا عادي جمع، جبنا جمع مذكر، انما لو فيرجيل وسي بتجيبها مفرد مذكر. طيب لو عندي الصفه بعدها مفرد مذكر، لو عندي افوار الصفه بعدها مفرد مذكر. ما بتعتبرش صفات، هي تعبيرات الخوف والجوع والعطش والحاجات دي، لسه هتاخدوا الحاجات دي بالتفصيل في سنه ثالثه ثانوي. ولو عندي صفه مركبه، يعني في انت بتختار صفه وفي بعدها صفه او في قبلها صفه، يعني بعدها او قبلها مش هتفرق ما بينها كلمه ايه اللي هي بتساوي اند يعني، او ما بينها كلمه شرطه كده. كل ده بتختاروا صفات مفرد مذكر. اتفقنا يا جماعه؟ يا رب تكون الجزئيه دي وضحت. الجزئيه اللي بعد كده اللي كان بيتكلم عليها في الدرس ده هي الادجكتيف ديمونستراتيف اللي هي سو او ست، ودي حاجه سهله جدا، او ست او سي. تمام. الحاجات دي كلها سهله ما عدا مثلا دي انت بتتلخبط فيها. دي لها شرطين، اول حاجه مفرد، تاني حاجه ان هي تكون ايه مذكر متحرك. مذكر متحرك، مفرد مذكر متحرك. دي يبقى لو حاجه مؤنثه ليها واحده بس، يبقى المذكر له 2 دي ودي. طب ده مذكر ساكن، مذكر ده مذكر ساكن، يعني مثلا كلمة جارسون الولد، كلمة البنطلون بوني الكوفية، الحاجات دي كلها بتاخد ايه مذكر ساكن. طيب هنا زي كلمة صديق امي، كلمة اوتيل فندق، كلمة رجل يعني القش برضو متحركة. فلو هنا نقط كده وبيقول لك ايه اوتيل الفندق ده مفرد مذكر والقش متحركة يبقى ست. نقط هنا كلمة ايه مثلا انوراك عندكم في الايه في الدرس، فهي كلمة ايه برضو مذكرة ومتحركة ست. طيب كلمة مثلا زي رجل برضو مذكر متحرك ست. طيب يبقى هي جزئية ست دي هي اللي لسه مش واصلة لكم قوي، او الناس بتتلخبط فيها. شرطها ان هي تكون مذكر اول حاجة ومتحرك. لو مذكر ساكن يبقى دي. اي مؤنث بقى يروح لايه للمؤنث، يعني مثلا هنا ادرس يعني عنوان، ده مؤنث، مؤنث له واحدة بس، متحرك ولا ساكن مش هتفرق ست. نقط برضو كده في بنت ساكن مؤنث ساكن ست. يبقى اي مؤنث مفرد، اي مفرد مؤنث دي بس، اي جمع دي. يبقى المؤنث سهل والجمع برضو سهل. هي كل الحكاية ان انا عندي 2 مذكر،
فخلاص عرفنا امتى دي وامتى دي. الجزئية دي سهلة جدا، كنا لازم نقولها برضو عشان في ناس تلخبط فيها. الجزئية اللي بعد كده قلناها في أول الدرس اللي هي اون دي بتسأل بيها على المواد الخام ولازم تبقى حافظها. نقط كده يقول لك جيم من الجيم يبقى اون. نقط كده ويقول لك كوتون أي مادة خام، كوير الجلد مش عارف الذهب أرجون اللي هي الفضة، كل ده ياخد يبقى انت لازم تحفظهم عندك في الكتاب. واللي احنا قلناه من شوية برضو الحاجات اللي بتاخد الشكل الخارجي، طالون بكعب مع انها جمع مش هتاخد اي واكس بقى، هتاخد بس. غير اللي هو مخطط مقلم، كل الحاجات اللي احنا قلناها من شوية دي كارو كل ده ياخد مع انه جمع، فهو هيجيب لك وهيجيب لك وهيجيب لك دي. لا انت هتختار دي. بسأل على المادة الخام بقول ايه اون كوا ايه مثلا سو بونطالون وسو فيتمو اي حاجة. فانا بسأل على المادة الخام بقول كوا، وممكن اقول اون كيل من اي ماتير من اي مادة يكون هذا البنطلون مثلا. يبقى من اي مادة، فالمادة هي كلمة مؤنثة. طيب امتى بستخدم كيل اصلا بشكل عام؟ كيل ومشتقاتها بقى حاجة مهمة جدا. امتى بستخدم كيل ومشتقاتها؟ كيل ومشتقاتها دي انا بستخدمها ممكن يجي وراها اسم بدون اداة، يعني نقط كده مثلا لوك يعني الشكل، اسم بدون اداة اهو، او اسم بدون اي محددات، او فيرب اتر، ولو حاجة جمع هتبقى صون. يبقى انت بتستخدم كيل ومشتقاتها امتى؟ اسم بدون محدد، او اتر على شكل اس تي او صون. في الحالة دي تفكر في كيل ومشتقاتها، وبناء على الاسم اللي عندك اللي هو ده او اللي جاي بعد صفات الملكية ده اللي انت بتختار له كيل، سواء المذكر او المؤنث او الجمع. تستخدم كومودي يعني كيف. بنستخدمها في حاجات كتير. لو انا مثلا كان عندي سؤال والاجابه بتاعته مثلا اوريجينال او تريز اوريجينال، يعني المهم ان انا عندي صفه. اول حاجه لو عندي صفه الاجابه كانت صفه. تاني حاجه لو كان عندي الاجابه مواصلات مثلا، بقول اون تاكسي يعني كيف تذهب الى المدرسه اون تاكسي. او لو كان عندي مثلا سافا او سافا بيان يعني الاطار الصوتي الحاله الصحيه. او لو مثلا كان عندي كلمه تروف، يعني انا بلاقي نقط كده تروف كومون تروفتي كيف تجد انت ما تني الزي بتاعي. المهم اول ما الاقي تروف بجيب كومو برضو. يبقى انا بجيب كومو امتى؟ لو عندي صفه او عندي مواصلات او عندي حال او عندي كلمه تروف بسأل بيها كيف تجد يعني باخد رأيك في حاجه. اتفقنا؟ حاجه مهمه جدا في الدرس ده. بسرعه كده افرق ما بين تري وبوكو. ايه الفكره؟ تري دي يجي وراها صفه، بوكو يجي وراها ممكن تيجي في اخر الجمله يجي وراها اسم بمحدد. هقول لك ازاي. سي نيل ده شيء سيء، عندي دي صفة صح. ايه اللي انا اختاره من هنا؟ اختار تري. لو واحد بيقول جيم نقعد كده سو موديل، كويس، ده اسم بمحدد. طالما هو اسم بمحدد يعني في حاجة قدامه اجيب بوكو بدون دو. طيب لو انا عندي اسم بس بدون محدد، يعني مثلا جاشت انا بشتري نقط هنا فيتمو ملابس، ده اسم بدون اي محددات مفيش اي حاجة معاه هنا، فبالتالي اختار بوكودو طالما الاسم مفيش معاه اي محددات. طب لو معاه محدد سواء كان صفة ملكية صفة اشارة اداة معرفة اداة نكرة يعني فيه اي محددات، لا نقول بوكو بس. اتفقنا؟ طيب ممكن كمان بوكو دي من غير دو يعني تيجي في اخر الجملة خالص لو النقط في الاخر، او لو بعديها فاصلة فبتبقى جملة تانية. يعني قال لك مثلا لا مود الموضة الا لا ديتست هي تكرهها نقط هنا في الاخر، فبالتالي تقول بوكو بس. فباختصار علشان تفرق امتى اختار بوكو وامتى اختار بوكو دو، اللي فيها دو دي لازم تختارها لما يكون وراها حاجة
جمع كده بدون اي محددات، يعني او اي اسم ممكن يكون كميه زي السكر والشاي والحاجات دي، بدون، المهم ان هي بدون اي محددات. لو فيها محدد بتروح لبوكو فقط. اتفقنا؟ ممكن بوكو دي تيجي في اخر الجمله، ممكن تيجي في اخر الجمله. تري عايزه صفه، تري عايزه صفه. تاني، تري صفه، دي ممكن في اخر الجمله او اسم باي محدد. اللي فيها بوكو عايزه اسم بدون اي محدد. ده باختصار يعني. يا رب تكون الدنيا واضحه. احنا ان شاء الله هنجيب لكم كل الجرامير، كل الحاجات اللي انت خدتها واللي انت هتمتحن عليها في اول امتحان، الامتحان الجاي ده. لو سمحتوا، اي حد عنده اي جمله مش عارف يحلها يكتبها لي في التعليقات. اي حد محتاج ان انا اشرح له اي قاعده يكتبها لي في التعليقات، وان شاء الله هحلها. ان شاء الله هعمل له فيديو مخصوص للحاجه اللي هو طلبها مني دي. اوبجيكتيف دو لا ليسون. اول حاجه الدرس الاول كان بيتكلم على الفيتمو ملابس، وعلى الفيمينا دو لادجكتيف وتانيث الصفات والكلام ده كله. اول حاجه انت لازم تعرفها وتطلع بيها من الدرس ده، لانه هيسالك عليها، تركز معايا في الكلمات دي. فالكلمات دي يا جماعه، الكلمات دي لو انا بتكلم على اداه مثلا، بختبرك على اداه، لازم تركز ان الكلمات دي يا جماعه مذكره. انا جمعت لكم هنا الكلمات الماسكولا، الكلمات المذكره، فانت لو ما عرفتهاش هتتلخبط. يعني هو مثلا كلمه اغضى او ديزاردر، نظام وفوضى. مجازين، كلمه مجازين اللي هي المجله. كلمه موديل، كلمه ستيل الستايل، والموديل اللي هو النموذج او موديل اللبس وكده. كلمه كاستيم، كلمة كاستيم اللي هي ايه؟ البدلة، اخرها ايه؟ كلمة شوميزيه، الكلمة دي كلمة برضو مذكرة، في فرق بين شوميزيه وشوميز. كلمة شوميز بتبقى اخرها بعد الاس كده بيبقى فيه او، انما لو زودت اي ار اتكلم على الجاكيت وده مذكر، انما الشوميز اللي هي القميص مؤنث. تمام؟ طيب، يبقى انا لو عاوز احط ادوات للكلمات اللي في الاول دي، انا جايبها لك ليه؟ هي اخرها او ولكنها مذكره، فدي حاجات بتلخبط. اخرها او ولكنها ايه؟ ماسكولار، مذكره. فكل دوم، كل دوم هياخدوا اداه ان المذكره من اول هنا لغايه الكلمه دي، لغايه شوميزيه. كلمات ماسكولار، مش ايه، مش فيمينا. بعد كده في عندي بقى كلمه كولاغ وكلمه اوبينيون. هي اخرهم ايه؟ اخرهم حاجه كونسون، اخرهم كونسون ساكن، ولكن دوم كلمات مؤنثه، كلمات فيمينا مؤنثه. ما تقولش بقى هي اخرها ساكن تبقى مش اخرها ايه. لا، كلمه كولاغ وكلمه اوبنيون هي كلمات مؤنثه يا جماعه، عكس دي. دي اخرها ايه ولكنها مذكره، دي اخرها ساكن ولكنها مؤنثه. طيب، الحاجات دي بتبقى جمع، الكلمات دي بتبقى جمع. في كلمات جمع بتاخد حرف الآ. مثلا أول كلمة من الحاجات اللي بتاخد بوا، اللي هي يعني إيه؟ منقط، يعني في نقط. لاسي اللي هو برباط حذاء. كلمة طالون، طالون يعني بكعب برضو. الشكل الخارجي للإيه؟ للشسير، الأحذية. الكلمات برضو اللي هتاخد حرف جر يعني أنت هتلاقيهم جمع، فهيقول لك بقى هتختار ولا هتختار او مثلا، ولا هتختار او دي، ولا هتختار ضو، يعني هيجيب لك حروف جر. لا، انت الكلمات دي لازم تاخد حرف جر فقط، اللي هي الايه؟ الموتيف بتاعه الفيتمو او الشسير. طيب، غير اللي هو مقلم، مخطط يعني في خطوط. مونش، مونش يعني باكمام، برضو هتاخد حرف جر طيب، كلمة فلاغ يعني في ورد كده او مشجر، برضو ده ياخد حرف جر فالكلمات دي يا جماعة هي اللي بتاخد حرف جر بدون أي إدغام. يعني مفيش حاجة ما تقولش بقى هي جمع تروح تجيب أو اللي فيها الإكس دي، لأ. طيب كويس، عرفنا إن الكلمات الجمع دي مش هتاخد دي، باقي الكلمات هتاخد دي. الحاجات دي برضو بتبقى جمع ولكن ما بتاخدش حرف الجر فأنا لو عندي أداة هجيب لها دي. لو عندي أداة بختار على الأدوات دي أو ليه. برضو البنطلون الاسترتش ده دي. الشيست اللي هو الشراب دي. الشيشير الحذاء دي. الباسكت اللي هو الحذاء الرياضي دي. تمام، وقلنا اللي فوق دوم ايه؟ ان المؤنثة. اللونيت النضارة برضو هتبقى دي.
فخلاص احنا عرفنا الحاجات اللي هتاخد حرف جر يبقى مبدئيا انا اتعلمت في الجزء اللي فات ده الكلمات اللي اخرها اي دي هي كلمات مذكره مش مؤنثه، وكلمه اوبينيون وكلمه كولاغ هي كلمات مؤنثه مش مذكره. كويس جدا، عشان هو هيجيب لك، يقدر يجيب لك 50 جمله على الحاجات دي، على شكل بقى تختار ادوات معرفه او تختار كيل او تختار توت ومشتقاتها. ثانيا عرفت الحاجات اللي هي بتاخد حرف الجر على الرغم من ان هي جمع. فانا عندي كلمه فوا يعني منقط او في نقط كده، دوائر صغيره. كلمه لاسي، كلمه كارو بياخد فقط. كارو يعني مقلم، لاسي كلمه طالون كعب، ولاسي يعني رباط حذاء. كلمه غير يعني مخطط في خطوط. كلمه مونش يعني باكمام. كلمه فلور يعني مشجر على اساس ان هو فيه فلور ورد يعني. طيب الحاجات دي عرفتها خلاص. طيب في حاجات تانية لازم اعرفها. ايوه، الكلمات دي كلها اللي انا جايبها لك دي من اول هنا هي جمع، تمام. بس لو حابب تجيب لها صفة، يعني يقول لك هي لابسة فستان مشجر او فيه ورد كذا لونه كذا. مثلا هي لابسة نظارة، هو لابس نظارة لونها كذا. كويس. فالكلمات دي بقى كل دوم فيمينا، كل دوم ايه نرمز لهم بحرف الايه فيمينا مؤنثين. الباسكت جميع الاحذيه مؤنثه. الريير الخطوط مؤنثه. الشيسير والشيسات الاحذيه والشرابات مؤنثه. البنطلون ستريتش مؤنث. مونش الاكمام مؤنثه. الفلير مؤنثه على الرغم برضو من ان هي مش اخرها اي اس، ده هي اخرها اس بس. تمام. يبقى دوم حاجات مؤنثه. عشان لو جاب لك احنا طبعا هنحل حوالي 15 جمله على الدرس الاول ده، وده اللي هطلع بيه من الدرس. طيب الحاجات دي اللي انا جايبها لك يعني جنب بعضها، دوم بقى حاجات ايه مذكره. حاجات ايه مذكره دي برمز لها بحرف الايه الماسكولان ام. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ علشان هو هيقدر يجيب لك جمله يقول لك مثلا لابس قميص فيه نقط لونها كذا، فبوا انت هتجيب لها صفه جمع مذكر. كلمة كروهات جمع مذكر، تجيب لها صفة جمع مذكر. برباط حذاء جمع مذكر. طالون بكعب برضو الصفة اللي انت هتجيبها بكعب عالي او قصير او طويل، كل ده هتجيبه جمع مذكر. يبقى دوم مذكرين ودوم مؤنثين، وعرفت مين فيهم كلهم اللي بياخد حرف جر كده انا عملت كده حصر الكلمات اللي عندي، وقدرت افك اللغز بتاع الفوكابولير الكلمات. تمام. في عندنا حاجات تانية مهمة. ايوه في حاجات مهمة جدا في الدرس ده اللي هي الماتير، المواد الخام للايه للفيتمو اللبس والاكسسوار. طيب نعرف معناهم الاول ونقول هياخدوا حرف جر. احنا كلنا عارفين ان هم المواد الخام بتاخد حرف جر تمام جدا، حرف جر فكوتون لما الاقيها على طول اجيب كلمة فيلور اللي هي القطيفة برضو حاجة جمع اهوت، ما تجيش تقول انها هديها حاجة جمع، لا هتاخد كلمة كوير الجلد. كلمة سوا الحرير. توال الايه الكتان. بعد كده الساتان اللي هو الستان. جين اللي هو الجينز. لين الصوف. اور الذهب. ارجون الفضة اللي هي بتيجي بمعنى الفلوس وبتيجي بمعنى الفضة. برونز اللي هي البرونز. طيب الحاجات دي كلها هتاخد فكل دي بتاخد وعشان كده لما اجي اسال عليها بسال عليها كوا. ماشي، بستخدم برضو نفس حرف الجر مثلا كلمة ستيل انت هتيجي تلاقيها اخرها حرف الاو ده، فهتقول ان دي كلمة مؤنثة. لا هي كلمة مذكرة، زيها زي البدلة، زيها زي الموديل، زيها زي السبع كلمات اللي انا قلت عليهم في الاول دوم. فهيجيب لك كيلو مشتقاتها، او ممكن يجيب لك ادوات معرفة، يجيب لك مثلا لو، لا، ليه، الابوستروف، او ممكن يجيب لك سو ست صفات اشارة. سو وست. تمام. مثلا يعني الادجكتيف ديمونستراتيف، الادجكتيف ديمونستراتيف صفات الاشاره. كل ده لازم في الاخر بيختبرك على الماسكولا والفيمينا، لازم تبقى عارف ان ده مذكر ولا مؤنث، لو ما عرفتش هتتلخبط. انا عندي الستيل هو كلمه مذكره، فلو بختار كل هختار دي، لو بختار اداه معرفه هختار دي، لو بختار صفه اشاره هختار دي. نفس الموضوع على الجمله اللي بعدها. فوتر اوبينيون سير سو موديل، ايه رايك في الموديل ده؟ فكلمة اوبينيون انت هتلاقيها اخرها ساكن، فهتقول اخرها ساكن تبقى دي مذكرة، لا دي مؤنثة. فعلى طول انا لو بختار كيل هجيب كيل المؤنثة،
تمام. ولو بختار ادوات معرفة هجيب لا، صفات اشارة هجيب لك ست. الجملة اللي بعد كده هي لابسة فستان، دي الحاجات اللي انا كنت بقول لك عليها انها بتيجي جمع ماشي، ولكن لازم تبقى هيجيب لك صفة عليها، فلازم تبقى عارف انت هتجيب الصفة اللي على اساسها صفة مذكرة ولا صفة مؤنثة. فلو بتختار صفات مثلا هتقول فيرت مثلا بس جمع ايه مؤنث، او هتقول نوار جمع مؤنث، او هتقول مثلا الصفة اللي انا جايبها لك دلوقتي، مثلا انا جايب لك فيرت وجايب لك نوار او بلانش، فانت هتختار بلانش ورد لونه ابيض. طب لو هو غير كلمة الورد وخلاه بوا مثلا، فهتجيب جمع مذكر، او كارو او لاسيه او طالون، كل الحاجات دي جمع مذكر. البا دوت دي باس اللي هو الايه بقى، اللي هو الشراب الطويل ده، شراب الفيمينا، فده برضو جمع مذكر مش مؤنث. كده انا قدرت احدد ايه الكلمات المذكره وايه الكلمات المؤنثه في الدرس ده. الخص لكم الدرس الثاني لانه 100% هيجي لك في الامتحان، درس البرنوم بيرسونال الضمائر الشخصيه، لانه حاجه جديده بالنسبه لكم وبيمهد لكم علشان اصلا هتاخدوا الضمائر الشخصيه بالتفصيل في ثالثه ثانوي، فده اول جزء منها يعني. فايه قصه الضمائر الشخصيه؟ احنا خدنا قبل كده ضمائر الفاعل اللي هو جو تي ال ده اسمه ايه؟ برونوم دو سوجي، اللي هو كان بيجي في الاول ده، بدل ما اقول علي بقول اللي هو، بدل ما اقول زو بقول هي ال. تمام. فدي كانت اسمها ضمائر الفاعل. انما اللي احنا هناخدها النهارده ضمائر المفعول المباشر، اللي احنا بنرمز لها بالرمز سي او دي. مش مهم القصه دي، المهم ان هي ايه بقى الضمائر الشخصيه المباشره، اللي هي لو، لا، الابوستروف ليه. طبعا هتقول لي انا شفت الشكل ده كان اسمه ارتكل ديفيني، ادوات معرفه. ماشي، كان ادوات معرفه بيجي قدام الاسم، لكن احنا هنستخدمه دلوقتي بطريقه تانية. هقول لك ازاي. هو ضمائر المفعول انا بستخدمها علشان اختصر الكلام، علشان اقصر الجمله. هقول لك مثلا انت كتبت الواجب، نعم كتبته. الهادي الاخيره دي عايده على الواجب، فعايده على المفعول مش الفاعل. طيب انت قابلت اصحابك، قابلتهم، فبدل ما تقول ايوه قابلت اصحابي وتقعد تكرر في كلمه الاصدقاء دي، فانت بتختصر الكلام بتقول ايه؟ قابلتهم. فهي الفكره ايه؟ ان الضمائر الشخصيه بتختصر الكلام، بتاثر في الجمله. فنتكلم عملي علشان الموضوع كده نظري. تعالى كده بقول لك مثلا في كونيه، انت عارف الا، تعرف الواد الان ده؟ جو كونيه، انا اعرفه. فالان ده ولد مفرد مذكر بيساوي ايه؟ بيساوي لو، يعني المذكر هياخد لو، فانا اقول لو. طيب لو كان شلت دي وخليتها مثلا زوة، انت عارف البنت زوة دي كانت هتبقى لا. طب انت عارفهم هما الاتنين هتبقى ليه. كويس. لو بقول تكون زوة ايه، يعني هيكون ما بينهم و ايه الا، يبقى كده اكتر من واحد بيبقى عندنا جمع، فبيساوي الافيك اس، فاخد دي يبقى دي بتاعت الايه؟ اي جمع، اي جمع. دي بتاعت ايه؟ مفرد مذكر. طب دي بعوض عن مفرد مؤنث. طب دي بقى تعوض عنهم الاتنين لو الفعل نفسه اللي هنا بدل بمتحرك. مثلا انا بقول لك تي فوا مون لوك، شايف اللوك بتاع الجديد؟ خلاص. فاذا جوليم، اللوك هو مفرد مذكر المفروض اعوض عنه بلو هنا، ولكن عشان الفعل نفسه بدل بمتحرك يبقى قصه الابوستروف بتعوض اول حاجه عن المفرد. يعني لو حاجه جمع ما تنفعش الجمع ياخد جمع، الجمع له واحده بس. ركزوا في الجزئيه دي ودي اللي انتوا تلخبطوا فيها. انا ال ابوستروف لها شرطين، تكون حاجه مفرد، انا معوض عن حاجه مفرد اللي هو اللوك ده. طيب مثلا لو بقول لك ايه فيتمو الملابس، تيم او ادمير، انت عجبك اللبس بتاعي، فهنا جو نقط هنا ادمير. ماشي. انا كده شايل جمع، فلما شايل جمع هتيجي تقول لي دي بدأ بمتحرك تاخد ال ابوستروف، لا الجمع ياخد جمع. خلاص كده وضحت. الجمع له واحده بس، يبقى انت لو لقيت حاجه جمع هتبقى
ما تفكرش كتير، لازم تاخد بتاعه الجمع دي، والله ساكن او متحرك مش هتفرق. طب انت لو لقيت حاجه مفرد والفعل اللي بعدها متحرك هتستخدم الا ابوستروف، ده شرطها يعني. طيب الموضوع سهل، الموضوع محتاج منك انك تعرف بس انت ايه اللي ما تكررش. يعني فكره برضه ضمير الشخصيه، انا مثلا بيبقى عندي جملتين، السؤال والاجابه، فايه اللي ما تكررش من السؤال؟ الفاعل. لما سالتك بقى انت جاوبتني بجو، يبقى الفاعل اتكرر. طيب الفعل جاب فعل هنا، وطالما في فعل يبقى مش مهم نفس الفعل، المهم ان في فعل موجود. يبقى ايه اللي ما تكررش؟ كلمة اللوك اللي هو المفعول، فالمفعول ده مفرد مذكر، يبقى المفروض اخد دي، ولكن عشان الفعل بدأ بمتحرك انا خدت ال ابوستروف. ده باختصار الموضوع. احيانا بيبقى فيه بعض التركات، الجمل اللي جايه بشكل غير مباشر، اللي انا محتاج فعلا اعرف ان ايه الكلمه دي مذكر او مؤنث. مثلا هقول لك كم جمله كده علشان الدنيا ايه توضح معاك. فانا مثلا لو بقول لك الجمله دي، انت هتشتري يونيفورم، اليونيفورم كويس، وي بريفير، حلو الكلام. انت ايه اللي مش متكرر؟ هو كلمة اليونيفورم. طيب مطلوب من حضرتك تعرف ان هي مذكر او مؤنث، والا لو ما عرفتش هتغلط. لازم تبقى عارف ان هي مذكرة مش مؤنثة، تمام؟ لانك انت هنا كان واخد الا ابوستروف، فانت علشان اللي وراه متحرك، الاسم نفسه دي تعتبر دي ايه بقى؟ دي ادوات معرفه، مفيش مشكله. فانا باخد ال ابوستروف لما يكون الاسم اللي وراه متحرك. طيب انا لما هاجي اعوض عن الحاجه المفرد دي، المذكر او المؤنث، لازم هنا عشان ده ساكن مش متحرك مش هينفع اجيب ال ابوستروف تاني. فانت لازم تبقى عارف ان دي مذكره، لو ما عرفتش هتغلط. اللي انا بقوله لك ده معناه ايه؟ لازم تحفظ المذكر والمؤنث، مفيش كلام غير كده يعني. لازم تبقى عارف الكلمه مذكر او مؤنث. يقول لك مثلا مونا دريس، عنواني، هنا ادرس، ويجيب لك نقط هنا ويقول لك كون ايه، انت عارفه كويس. يعني ساعات بيجيب لك سؤال واجابه، وساعات يجيب لك جمله واحده بس على اساس ان هي دي جملتين برضو، يعني اللي قبل الفرجيل فاصله واللي بعدها نعتبرهم جملتين، مفيش مشكله. فانا اللي عاوز اقول لك عنواني انت عارفه كويس جدا. انت هتيجي على كلمه عنوان هتلاقيها قدامها مون بدل ما، فهتقول دي مذكر صح؟ لا هي مؤنث، بس هي واخده مون بدل ما، كان المفروض ما هنا يعني، بس عشان ما يتقابلش حروف متحركه فهو بيستخدم بتاعه المذكر بدل من المؤنث. فلو ما عرفتش دي هتغلط، فلازم تبقى عارف ان هي مؤنثه عشان نعوض عنها بلا دلوقتي. اتفهمت انك لازم تعرف وتحفظ كويس الماسكولا والفيمينا، تمام؟ طيب نفس الموضوع لو مثلا بيقول لك هي البنت بتقول موني شاغ دلوقتي، نفس القصه اللي فوق بالظبط. فانا بقول لك هي البنت بتقول لاختها مثلا الاشارب بتاع انت هتاخديه، الاشارب ده مذكر ولا مؤنث؟ الاشارب مؤنث، نفس الفكره. فهي كانت المفروض هنا ما، بس عشان ما يتقابلش حرفين متحركين استخدمنا بتاعه المذكر، فانت هتقول ايه؟ لا برضه تي لابغون. المهم المذكر والمؤنث يا جماعه، الحاجات اللي بتتكرر كتير في القصه دي هنا الاكسسوار. الاكسسوار خلاص، بقول لك الاكسسوار تي ديتست، الاكسسوار انت بتكرهه، ما بتحبش تلبس اكسسوار. جميل جدا. طب انت ما انتش عارف ال ابوستروف دي معوضه عن مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث، هي ال ابوستروف يعني ممكن تحتمل الاثنين وكمان اخرها او اهي. لا انت هتفكر في المؤنث اكتر، لا تبقى عارف ان دي كلمه مذكره، عشان كده انا اقول لو. الاكسسوار انت بتكرهه. فهمنا القصه؟ فدي كانت التكات اللي ممكن تجي لك على الايه، على البرونوم بيرسونال، الكومبليمون دوبجي ديريكت، الضمائر الشخصيه الايه، المفعول المباشر. فلازم تحفظ المذكر والمؤنث، الاشارب مؤنث، الادريس مؤنث، اليونيفورم والاكسسوار مذكر، تمام؟ وحاجات كتيره احنا قلناها في الايه، في بدايه الفيديو عن الكلمات المذكره والمؤنثه. هل الضمائر الشخصيه كده خلصت؟ لا لسه عندنا كمان حاجه، تعال نشوفها دلوقتي. الضمائر الشخصيه في ثالثه الناس بتلخبط فيها لخبطه عجيبه جدا. هو الموضوع سهل والله، بس هم ما ركزوش في تانية، فاحنا مش عاوزين نعمل نفس الاخطاء اللي هم عملوها يعني. ركز كده في الضمائر الشخصيه عشان خلاص انت بعتبرك انت في ثالثه دلوقتي، انت شهرين كده
تقريبا في ناس بدأت تذاكر لتالتة اصلا يعني. طيب نشوف بقى القصة بتاعت مو، ولما بتلاقيها بتجيب تو. نو لما بتلاقيها بتعكس بفو. كويس. او ممكن مثلا تبقى اما ابوستروف برضه تجيب تو ابوستروف، على حسب بقى الايه، مش شرط يعني، بس على حسب الفعل اللي وراها. فمثلا انا بقول لك تي مو فوا. كويس. وي جو فوا. او مثلا جو، او مثلا تجيب اي حاجه متحركه هنا ادمير. طيب انا عندي مو، انا قلت لك لما بتلاقي مو بتجيب تو، يعني برضو يعني انت بتترجم الجمله وخليك كده ايه، خد راحتك خالص، وعاوزك تترجم الجمله بصوت انت تسمعه شويه، يعني ما تترجمش بايه في سرك، انت تترجم بصوت تسمعه شويه عشان تعرف تجيب الاجابه. تي مو فوا، انت شايفني، طريقه جون سينا. يو كان سي مي. تي مو فوا. ايوه. جو تو فوا. كويس. انا لما لقيت مو جبت تو. طب انا لو بجاوبني بادمير يبقى لازم تبقى تجيب تي ابوستروف، يعني على حسب، المفروض كنت تجيب تو، بس هنا علشان الفعل بادئ بمتحرك. تمام. يبقى هي انت تبقى فاهم ان التي ابوستروف واما ابوستروف دوم بستخدمهم لو الفعل اللي وراها جاي متحرك. تمام. فويل، الحرف الايه الفويل، وتعرفين طبعا كل الحروف المتحركه والاش. طيب لو انا شلت مو دي وخليتها نو، مو خليتها نو، انت شايفنا، يبقى يقول ايه؟ فو، انا شايفكم. فهمنا القصه؟ فهي حاجه مرتبطه ببعض. تلاقي اقول لكم انا ابقى اقدر اقابلكم، تقدر تقابلنا. تمام. ولكن في بعض الجمل اللي بتحتاج برضو ايه، ما بتبقاش واضحه قوي وعاوزه تترجم. يعني مثلا انا لما بلاقي ايه كلمه، اقول له ايه؟ يا ميسيو. كويس. ايدي، اد. تمام. فيقول لي وي تي اد. ايه هيعمل ايه؟ اما ابوستروف كده، يخليها اما ابوستروف. فانا بقول له يا سيدي انا اقدر اساعد حضرتك، فرد عليا تقدر تساعدني. تي ميد، انت تقدر تساعدني يعني. حاجه مهمه جدا انك انت لما بتلاقي مسيو بتجيب ايه؟ فو. بس. فبقول لك انا اساعد حضرتك، فهو يرد عن نفسه يقول ايه؟ تساعدني. ايوه تقدر تساعدني. مثلا بطريقة تانية، طب هو خلاها هنا، لو خلاها فو وساب النقط هنا، عكسنا الموضوع وخلينا فو هنا، طب انا اخد ايه هنا؟ يا مسيو انا اساعد حضرتك، هو يتكلم عن نفسه يقول لي تساعدنا ولا تساعدني؟ لا، انت تقدر تساعدني او انت تساعدني. فايه؟ هيتكلم عن نفسه يقول اما ابوستروف عادي. فهنا الترجمة بقى ودورها في الموضوع. يبقى انت لما بتلاقي مسيو او مدام او مادموزيل، خلاص انت بتجيب فو. بس لو ما يجي يتكلم على نفسه بقى يقول مو، يعني مش عشان هنا لقيت، هو يجيب لك اختيارات كده تو، تي ابوستروف، مو، فو كده يعني. المفروض لما بلاقي في الجملة الأولى فو بجيب نو. طب أنا مش لاقي نو هنا، فأنا بتكلم بقى ميسيو دلوقتي، فأقول له أنا ساعد حضرتك. أيوه أنت تساعدني، فدي الإجابة الصح. هي دي الفكرة يعني. فهو لما يتكلم عن نفسه مش هيقول تساعدنا، عشان انا بكلم هنا ايه؟ يا سيدي. تمام. اتفقنا. لما الاقي مسيو او مدام بجيب فو. كمان ان ده لما بيكون لايه؟ لجمع. حاجات مهمة، يعني مثلا ايه؟ ميزامي، يا اصدقائي. اصدقائي دول المفروض ان هم بيساووا الافيك اس، بس طالما في فصل هنا فيرجيل نقلتنا من الغائب اللي هو الافيك اس للمخاطب، اصبح فو دلوقتي. يعني انا اصبحوا مخاطب قاعدين قدامي جمع، اقول لهم يا اصدقائي جو انفيت، انا بدعوكم. جو فوز انفيت، انا بدعوكم ما فات مثلا الى الحفلة. تمام. بدعوكم الى الحفلة بتاعتي. طيب يبقى الفكرة كده ان انا لو كان نداء لجمع بينقلني من الغائب للمخاطب بالفصل ده اللي هو النداء السكوت اللي انا سكته ده، اصبحوا هم قاعدين قدام. انما لو قلت يا منامي، يا صديقي مثلا، رونكونتر، هقابلك.
في النادي، او كلوب، انا اقابلك في النادي، مفيش مشكله. انا عندي مفرد بقول جو تو، يبقى النداء لمفرد بيبقى بيساوي تي، فانا اجيب تي. نداء لمفرد تي، نداء لجمع فو. تمام. الكلام ده لما بيكون جايب لك ايه، يعني جايب لك اختيارات زي كده. انما انا برضو ممكن لو مش جايب لي فو وتو، انا ممكن برضو ايه اقول مونامي، صديقي ده، جو كده، رونكونتر، انا هقابله ايه في خلال ساعة، دونزينير. تمام، في خلال ساعة. المهم هو جايب لي اختيارات، مش جايب لي الاختيارات دي، هو جايب لي اختيارات تانية، جايب لي مثلا لا، جايب لي الا ابصرف، جايب لي لو، جايب لي ليه، يعني الضمائر الشخصية الايه المباشرة. فانا على طول صديقي ده بيساوي ايه، بيساوي هو، يبقى مفرد مذكر اقول هنا لو. ولو كانت حاجة بدأ متحرك كنت هختار الا ابصرف. فاهمين؟ لو كان جايب لك اختيارات اللي هي الضمائر المنعكسة دي، مو وتو ونو وفو، مفيش مشكلة. فالنداء لمفرد بيساوي تي فتجيب له تو، النداء لجمع بيساوي فو فتجيب له فو. ده لو جايب اختيارات زي كده. انما لو جايب لك اختيارات زي كده فبتشوف بقى ده مفرد ولا جمع ولا ايه بالظبط. اعتقد ان الموضوع مش صعب يعني. تعالوا نثبت القاعده دي لانها لازم تفهمها كويس. نحل كام جمله دلوقتي على طول كده في السريع علشان لازم تفهموا القاعده دي لانها 100% هتيجي في الامتحان. اتفقنا؟ كان مهم ان انا احل على الضمائر المنعكسه اللي هي بالاخص مو وتو ونو وفو وموا وتوا والحاجات دي عشان هي اللي بتلخبط شويه. فانا كتبت كام جمله كده بسرعه وهنحلهم. انا عندي اختيارات على الضمائر المنعكسه دلوقتي، كل اللي جاي ده لغايه السؤال السابع. الست اسئله الاولين دوم على الضمائر المنعكسه دي. تعال نشوف كده. انا بقول لك النداء لسه قايل لك لو النداء لجمع يبقى كده هينقلنا من ال افيك اس الى فو. انا هيبقوا قاعدين قدامك يا مونفرير، انا ايه شايفكم كويس. تمام، فانا شايفكم فو. نداء لجمع يبقى فو، انا شايفكم انتم. ما ينفعش اقول انا شايفنا. تمام، لا انا شايفكم انتم. يبقى اي نداء لجمع وانت بتختار من ضمائر منعكسه يبقى فو. اي مسيو مدام وانت بتختار من ضمائر منعكسه يبقى فو برضه. انما لو كان نداء لمفرد، يا زميلي انا بدعوك على الحفله، كويس. تو يبقى ايه جو تنفيت بدعوك، يا اما تو يا اما تو ابصرف، بس انا هاخد هنا ايه تو ابصرف عشان المتحرك ده. يبقى لو نداء لمفرد بتجيب تو او تي ابصرف. نفس الموضوع هنا، زميلي اهو جاي هنا ساكن اهو، يبقى ايه تو رونكونتر، يا صديقي انا هقابلك جو تو رونكونتر استاد، انا هقابلك في الاستاد. ما ينفعش اقول انا هقابلني، مش عشان هي جو بتروح تجيب لي موز. لا ده الكلام ده كان في الضمائر في الافعال ذو ضميرين، زي ما كنا بنتكلم على فعل مثلا سولي فيا ستايكوز سابيلي يدعى او يسمى. التانية اللي انت بكلمك عليها اللي انت لما تلاقي جو بتجيب موز زي ما انت حفظت قبل كده خالص في سنة اولى ثانوي، دي كانت اسمها افعال ذو ضميرين، فيرب برونومينال. تمام. انما هنا ضمائر شخصية منعكسة، فقلنا النداء لمفرد بيساوي بتناديله كده يبقى هو قاعد قدامك بيساوي تي، انت يا صديقي انت، انا بقابلك او هقابلك في الايه في الاستاد. طيب هنا هتلاقي في الجمله الثانيه حاجه تخليك تختار. طب انا بقى عندي فو، تمام، المفروض ان انا هجيب نو هنا. لما بلاقي فو بجيب نو او العكس، بس خلي بالك انا عندي كلمه مدام او تلاقي كلمه مسيو. فبيقول هي بتقول له انت هتدعيني على الحفله، ايوه انا بدعو حضرتك يا مدام على الحفله. فهنا ايه هي هتتكلم عن نفسها تقول ايه تي مانفيت، انت هتدعيني على الحفله. الترجمه بتكون مهمه، انت هتدعيني على الحفله، ايوه انا بدعو حضرتك على الحفله. لما لقيت فو المفروض كنت تختار نو، بس مش هتنفع نو علشان هي اللي بتتكلم على لسانها بتقول انت هتدعيني انا على الحفله، فهت ايه هتجيب مو. تمام. انما بص بقى على الجمله دي، هي نفس الجمله تقريبا، عندي برضو فو بس مفيش مدام ولا مسيو، فعلى طول انت تجيب ايه نو. لما بتلاقي فو هناك بتجيب ايه نو هنا، او العكس طالما مفيش مدام او مسيو. فانت بتدعينا على الحفله، ايوه انا بدعيكم على الحفله، مفيش مسيو ولا مدام، ما بتجيبش مو، لا بتجيب نو عادي لان في فو. طيب الجمله دي انت تقدر، تو يعني تقدر، عندكم في الدرس الثالث الفعل ده
انت تقدر كوندوير يعني تاخدني معاك، اجي معاك يعني. فقال ايوه انا انتظرك. تمام. تي بومو كوندوير يبقى انا مستنيك انت. انا عندي تو تي ابوستروف، مش معنى ان هي تي ابوستروف تجيب لي مو ابوستروف، لا، انت هنا ساكن. يبقى ايه؟ تو بو مو كوندوير يعني تقدر تاخدني معاك في العربيه. ايوه يا عم انا مستنيك. تمام، اتفقنا. يبقى مش معنى ان عندك تي ابوستروف تجيب اما ابوستروف، لا، مش على طول، على حسب الفعل. الفعل هو اللي بيحدد ده ساكن ولا متحرك. طيب اللونات النضاره ليه انت هتشتريها؟ فانت ركز، انا هنا بتكلم على كومبليمودو بجي ديريكت، دمار شخصيه مباشره اللي هم لولا ليه الا ابوستروف. انت عندك النضاره جمع ولا مفرد؟ جول جوينتي والنضاره كل الاحذيه كلها بتيجي جمع. فانت ما تنساش بقى القصه دي، انت معود عن جمع اهو. يبقى لازم تجيب لي هنا ليه. اخترنا ليه دي. لو معود عن حاجه مفرد كنت هتجيب متحرك، حاجه متحرك كنت هتجيب الا ابوستروف لان الفعل متحرك. انما طالما انت معود عن حاجه جمع، الجمع ياخد جمع. المتحرك زي ما اتفقنا له شروط. طيب هنا جمل بقى مهمه جدا وعاوزك تركز فيها. الفعل ينتظر النقط بعده. انت دايما الضمائر الشخصيه هتيجي قبل الايه؟ الفعل، قبل الفعل، قبل الفعل، قبل الفعل، كله قبل الفعل اهو، الا اذا كان الامر المثبت. ده امر اهو، عرفت علامه تعجب اهي، وبدأ الجمله بفعل اصلا، يبقى ده امر. طيب وده امر مثبت مفيش نفي. طيب المهم لما تلاقي النقط، ريح دماغك، لما تلاقي النقط بعد الفعل يبقى انت اختياراتك ممكن تبقى موا او ممكن تبقى نو. يعني اقول لك الفعل معناه، بقول لك استناني قدام الاستاد. انا مثلا عندي اختيارات دلوقتي، عندي مو وموا و وتو. انت هتستبعد مو وتو لان هما بيجوا قدام الفعل اصلا، ما بيجوش بعده، فالنقط بعد. فاختياراتك موا ولا توا. ينفع تقول استناك انت ولا استناني انا؟ يبقى انتظرني انا، الطون موا. هو ده اللي انتوا بتلخبطوا فيه شويه برضه. ما ينفعش الافعال دي مش افعال ذو ضميرين يا جماعه. مش زي سوليفي يستيقظ تقول له ليف توا، بتقول له توا عشان هو اصلا ذو ضميرين. انما الافعال دي كمعنى مش هينفع اقول استنى نفسك، لا، استناني قدام الاستاد. اديني الكتاب بتاعك. ينفع تقول اديك انت الكتاب بتاعك، فهتقول ايه؟ دون موا، اعطني كتابك. اتفقنا. فالنقط بعد تجيب موا او ممكن نو. يعني انت هنا برضه لو عندك نو ممكن تقول ادينا احنا الكتاب بتاعك، اعطنا او انتظرنا. هنا برضه غونكونتر يعني قابلني، غونكونتر او كلوب، قابلني في النادي. فانا بقول لك قابلني ولا قابل نفسك؟ لا، قابلني انا، غونكونتر موا. وممكن اختار ايه؟ قابلنا نو. يبقى اذا النقط لو بعد انت هتختار يا اما موا يا اما نو. النقط بعد هتختار، ريح دماغك، النقط بعد هتختار يا اما موا يا اما نو. احنا برضو لسه هنعمل ان شاء الله، هنعمل اكتر من 100 جملة. يا رب تكون الدنيا واضحة واكون قدرت ان انا اوصل لكم المعلومة وقدرتوا تستفيدوا من الفيديو ده. هشرح لكم برضو الدرس الثالث علشان تبقى انت ايه كده خلاص الوحدة كلها. ادعموا الفيديو يا جماعة بحيث ان احنا نقدر نوصل لاكبر عدد، وكل يوم واحد انضم لنا احنا بنبقى مبسوطين. الدال على الخير كفاعله، ناس كتير بتستفيد وهو ده الهدف الاساسي من القناة. تمام. استنونا بقى ايه، هنشرح لكم الدرس الثالث اللي بيتكلم على الايه، الفيتور بروش، وبيتكلم على شوية افعال كده لازم تبقوا عارفينهم.